الو. هادو السي المطاوي. السلام عليكم. صافا الحمد لله. ماشي بخير. الله يبارك فيك. قلت لك بغيت نشكرك على العمل اللي درتي نعم. وتيظهر ليك وما كنتيش تنسى دوك الفلوس عمري ما نشوفهم. الحمد لله رجعوا. لا رجعوا 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 رجعوا. واحد القضيه اخرى اللي بغيت ننبه فيها مغاربه العالم سيرتو عند هذيك الشركه اللي ما خصنيش احنا وعدنا وما نقولوش الاسم ديالهم لا بقيتي عاقل. اهم. وانا عندي مبادئ في حياتي مثل نوعد شي حاجه كبيره. بغيتي نبدا مغاربه العالم اللي يشريو في السوقه هم يعمروها. انا كنت في السوقه شحال هذه تقريبا شي 12 عام شريتها في طنجه بحكم انني تنخدم في العقار. وملي الا تذكرتي هذا الغلط وتواصلتي معاهم تيقول لك هذيك راه داخله في البالكون راه داخله في الدروج ديما تيجبروا لها شي تخريفه. اذا كان عدد الامتار ناقص على الشيء اللي عندك في الوثائق ديال الشراء 12 المترو. 12 مترو ناقصه. بون. يلا ترجمها. ولكن ما قلتيش واحد القضيه، مازال كنسال 10% في الشكل اللي شديتي وما عطيتيها ليش. نعطيك اكثر. سي جواد، وي سبق لك درتي واحد الاستثمار في المغرب في مدينه القنيطره، بلا ما تقول المدينه. ما عندناش الغرض، وجبتي معاك شي سويدي يستثمر كذلك لانك بغيتي دير مشروع كبير في داخل الوطن، قد تعاود لي شنو وقع؟ خلي داك الشيء من الناس. لا خلي الجمل ينوض يطلق الغبره. انت اللي تخلي هذاك الشيء من الناس. لا 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 لا، وانت دابا شاهد عيان وضحيه، اعطينا ما يفيد. ايوا اش غادي نقول لك، هو استثمار كبير تقريبا شي 2 مليار سنتيم. نعم. وكنا تقريبا غادي نخدم بين 60 ولا 70 ديال الناس. والماده اللي كنا غادي نديروها هي لا بات داموند، لان راه انت عارف التقاليد ديالنا لا بات تنشريو اللوز ومن بعد تنطبخوه ونقيوه ونديروه في هذيك الماكينات ديال الكفته ومن بعد سميتو. انا بغيت نديرو اندستريال، يعني تشري لا بات جاهزه ولا باتيسري تكون عنده جاهزه، والناس في الديور ديالهم كذلك يمشيو يشريوها جاهزه ويربحوا الوقت بزاف. ومن بعد بغاو يزيدوا فيها مزهر ولا يزيدوا فيها القرفه ولا اللي بغاو يديروها. المهم المشروع كان مهم وكنا غادي نخدموا 60 70 بنادم، وكنت تقريبا كنا دايرين تقريبا 50% غادي نبيعوها في المغرب و5% غادي نتصدرها للمارشي سكوتينال. وتوكلنا على الله وبدينا. المشاكل اللي جبرت ما غادي نقول لك شي صعيب اللي باعوا لنا الارض. جبرنا بان القوادس كانوا دوميستيك ماشي اندستريال. عاود خصنا نعاودوا الحفير كله ديال القوادس. ملي بغينا نكونيكتيو الضو جبرنا بان هادوك اللي جابوا الترانسفورماتور ما مخلصينش الضو قاطعينه. عاد خصنا نمشيو للعماله والحقوق وما عاود يديروا التواصل ديالهم داكشي. عاود من داكشي الماتيريال خصو يدخل من لان تقريبا كلشي جبتو من لاسيوات، جبتو تقريبا كليهم يلاه اللي عملت في المغرب يلاه لا بلاتفورم. حتى الحيوط جبت انا دي بانو ساندويتش. اللي بغينا نجيبو لي بانو ساندويتش قال لك لا دوك تيتصنعوا في المغرب. ويلي كي درتي لهم؟ قال لك هادو تيتصنعوا. قلنا له نوريو بنا. اللي مشينا تنشوفوهم جبرنا لا تكنولوجي ديال 25 سنه قدام، ماشي بحال هذوك اللي غادي نجيبوهم وما تيقبطوش العافيه وداكشي. المهم جاو لي ماشين بقاو يديونا ويجيبونا، بقاو في المرسى بقات شي شهرين وحنا خصنا نخرجوهم ما تمكناش. خصهم شي اوراق جبنا لهم، عاود خصهم الشيما ديال لي ماشين كي تيتركبوا. من بعد بدينا نفهموا ان كاين شي حاجه مور هادشي كله. اللي بغاو يعرفوا الشيما كلشي عرفنا بان هادو بغاو ياخذوا المشروع شي وحدين من اللور ولا ما عرفتش انا ما. المهم حدا السويدي جاتو سكتة قلبيه مسكين مات والامانه دا امنته وتهز وصيفطناه. ومن بعد انا اللي عندي كله خسرته. السويدي مات في المغرب، سكتة قلبيه جاتو في المغرب. في المغرب. ومن بعد بقات لنا جوج المسائل، اما نجلس تما ونحماق ولا نرجع لحالي. الزوجه ديالي كانت تقول لي
قلت لك ما تمشيش، قلت لك ما ديرش، ما ديرش لانها اجنبيه. وطبعا انا ما سمعتلاش، لان تعرف حب الوطن، والواحد باغي يدخل لبلادو، فهمتي، واحد شجع باش يدير شي حاجه وداك الشيء. ولكن مع الاسف خديت شويه العصا، وفي الاخير قررت باش نرجع. ومازال عاقل، اقسم لك بالله العظيم، والطعام اللي مشارك معك ما كانش عندي باش نخلص الضوء ما كانش عندي باش نخلص، فلوسي كله مشى. جيت اوبليجي دو كومونسي دو زيرو، وربي معايا، وعاود خليت كل شيء وطلعت للسويد، وعاود بديت من الزيرو بوغ تو دير. ايوا انا تتكسب، سي دوماج. شكرا لك سي جواد، شكرا لك، والحمد لله ربي كيعوض. وهذا خلاك دائما عندك روح وطنيه. نهار بغينا نديروا نهضه مغاربه العالم ولقينا صعوبات، كنتي انت الاول اللي عيطتي وقلتي اجي نديروها في السويد، مرحبا. وملي درناها وحنا كنتسبوا كنتعايروا كنتهاجموا وغاديين وصابرين. علاش؟ لان بغينا شي حاجه اللي تكون كتحمي مغاربه العالم وفي نفس الوقت كتخدم الوطن. ولكن هذا الشيء هذا راه يعني راه كتير وكتير بزاف. وهذا دابا كنزيدو نفهموا علاش كان الهجوم على نهضة مغاربة العالم كجمعية، لأن احنا مستقلين وما تنقبطوا بدعم تم شي جهة، وعندنا أهداف أننا نحسنوا الوضعية ديالنا وتكون علاقتنا قوية مع الوطن، وننفعوا الوطن ديالنا بطريقة حضارية، بطريقة اللي هي بنت العصر. لأن عندنا أدمغة، عندنا دكاترة، عندنا مهندسين، عندنا إمكانيات. فاحنا خصنا كنلقاو بلي لا لا لا، نتوما غير مجموعة ديال البقر، خصكم تبقاو بلاصتكم باش تحلبوا مزيان. وهذا هو اللي كاين. للاسف الشديد هاد العقليه خصها تبدل. للاسف الشديد خص هاد الشيء هذا يعني يكون ليه شي حل. هاد المشكل يقدر يتحل الا كانوا مغاربه العالم فاهمين وتجمعوا. اقسم بالله حتى يتحل المشكل. لا، مساله سهله، ما فيها لا هجوم على المؤسسات، ما فيها لا سب ولا قذف ولا انفصال ولا حتى شي حاجه. عندنا روافع قانونيه اللي نقدروا نستعملوها باطار قانوني وحضاري وتضمن لنا الحل السريع. مساله سهله. ولكن في انتظار ان المغاربه يتجمعوا، والحمد لله اللي تيلتحقوا بنا دابا، الحمد لله تيلتحقوا بنا بواحد الشكل اللي هو ممتاز وكيفرح. فانا غادي ناخذوا هذا الملف، غادي نخدموا على هذا الشيء هذا. لان لو كانوا مغاربه العالم فيهم جحود ولا عدم حب الوطن، فعوض ما يحولوا 12 مليار يحولوا 11 ومليار يستثمروه في الخارج كل عام. مليار ديال الاورو، مليار ديال الدولار كل يوم راهم في وضعيه اللي ما يحتاجش يهضر على هذا الشيء. مجرد ماشي واحد يتجرأ على الحقوق ديالهم غيكونوا طاروا به تما. علاش؟ لان قوه. ولكن كنحولوا كل شيء حبا في الوطن وكيبقاو ضعاف وما عندهم والو، مفرقين، واللي جات فيه تياكل العصا بوحده. للاسف الشديد كان ممكن نضاعفوا المجهودات ديالنا، والا كنا كنحولوا 12 نوليو كنحولوا 20 باش الوطن يبقى ديما في واحد الوضعيه اللي هي ممتازه. وفي نفس الوقت كنديروا مشاريع وكنديروا استثمارات اللي كتضمن لنا الاتحاد وكتضمن لنا القوه، وما يكون حتى شي واحد قادر لا من قريب ولا من بعيد يتجرأ على شي مغربي ولا شي مغربيه يدير له رزقه. مساله سهله. لان عندنا محامين دابا. انت اليوم كتعرف مكتب دراسات في السويد، واحد في باريس، وواحد في اسبانيا، وقريبا ان شاء الله راني في اتصال مع محاميين في بروكسل، باش غادي يكون عندنا في اللجنه ديال بروكسل غادي يكون عندنا محامين على مستوى المحكمه الاوروبيه، باش ما يمكنش باش هذا الشيء هذا يعني يبقى هكا. لا 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 لا، اسف لا. غادي نبقاو دائما في هذا الاطار. شكرا لك سي جواد، شكرا. لا شكرا على وجه، فرصه سعيده. الله يبارك فيك. قول لي فيما يخص اسبانيا، راه بغيت الناس اللي باغيين يستثمروا، انا باغي نشجعهم اكثر. وباغمي المشاريع الاخرى انا اللي شجعت فيها، لان ما محتاجش الحمد لله باش ندير شي حاجه، راه عندنا لوغي فرانشيز باش يشوفوها كوم اكزومبل ويخدموا عليها. وراه تقريبا عندنا 8 الخدامه اليوم اللي خلقنا ديال 8 عباد الله. دون سو كا نبغي نقول لمغاربه العالم يحاولوا يستثمروا معنا، ومرحبا بهم. واللي بغى شي مساعده بالتجربه ديالنا حتى حنا نوقفوا معاه، فهمتي، اون توجور بري باش نساعدوهم. شكرا لك، شكرا سي جواد. يلا فرصه سعيده. شكرا، بارك الله فيك. باش نثبتوا لكم باللي مغاربه العالم رغم الضربات كيبقاو دائما مخلصين للوطن ديالهم. الشيء اللي وقع لسي جواد في المغرب، جاب معاه سويدي وجايبين فلوس كبيره وباغيين يديروا مشروع كبير،
فالسويدي ملي شاف داك الشيء هذاك ما استوعبش ان واحد مغربي يجي للبلاد ويجيب معاه اجنبي ويجيب استثمار كبير وباغي يدير شي حاجه زوينه ويديروا له هذا الشيء. هذا السويدي سكت له القلب ومات وحولوه للخارج لبلادو. يعني ما العلاقه راه وصلت المساله لواحد المواصل اللي هي خايبه.